السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم وانتم بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحلوة اللي كتجي رائعة، كتجي هشيشة مقرمشة، كتجي لذيذة بزاف البنات. كنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم نتوما. ودابا غادي نبداو على بركة الله. هنا بسم الله عندنا في قطرية، كناخذ واحد القطرية كنوضعو فيها 250 غرام ديال الزبدة. عندنا هنا كاس ديال الكوك اللي كيكون ميدم، الافضل يكون نوعيه جيده. كاس ديال السكر، عندي هنا زلافه ديال الكاوكاو اللي حمرناه وهرمشناه رقيق. كاس ديال الزيت، بيضه واحده. الدقيق بطبيعه الحال على حسب الخليط. عندنا 2 ساشي ديال خميره، واحد ساشي ديال كاكاو، وساشي ديال فلون ديال الشكلاطه البنات. هنا الزبدة ديالنا ضروري ما تكون بدرجة الحرارة ديال المطبخ باش كتساعدكم بزاف في الخدمة. غادي نضيفو كاس ديال السكر مع الجو باقي بارد البنات. الا كان عندكم الفران سخون غادي توضعوها فيه واحد شويه، غير واحد شويه كتحسوا بها ارتبط وكتخدموا بها، او كتاخذوا الزبده ديال البواطه، هي سهله في الخدمه. كنحاولوا نخدموا مزيان الزبده مع السكر. كنضيفو هنا واحد رشيشه ديال الملحه، وحنا كنخدمو مزيان باش الحلوه كتنجح معكم. ضروري ما كتخدموا الزبده مزيان. وكنضيفو هنا كاس ديال الزيت، حتى هي غادي نخدموها مزيان مع الزبده والسكر. كما كتلاحظوا كنخدمو مزيان بهذا الشكل، كترجع عندنا بحال شكل بوماد. كنضيفو هنا بيضه، حتى هي كنخلطوها مزيان، كنحسوا بالخليط ديالنا متجانس مع بعضياتو. وغادي نضيفو هنا الساشي ديال الكاكاو والساشي ديال الفلون بالشكلاط ديال الشكلاط، كيعطيونا واحد النكهه رائعه لهاد الحلوه، كتجي لذيذه بزاف. وهنا غادي نضيفو كاس ديال الكوك. من الافضل البنات كما قلت لكم في الاول انها تكون نوعيه جيده. وغادي نضيفو هنا زلافه ديال الكاوكاو اللي كيكون مهرمش رقيق. اتمنى الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش دائما التعليقات ديالكم الجميله واللايك، واللي باقي ما مشترك في القناه يشترك فيها باش يوصلوا دائما الجديد ديالي. وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والحباب. هنا من بعد ما خلطت الحلوه ديالي مزيان، الخليط ديالي عفوا مزيان، غادي نضيف هنا الدقيق. دائما الدقيق كنضيفوه تدريجيا، ما كنضيفوش دفعه واحده. وهنا غادي نضيف الساشي ديال الحلوه. الخليط ديالكم دائما ديال الحلوه كتكون رطبه، ما يكونش قاصح باش ان الحلوه تنجح معكم. وحنا كنخلطوها دائما غير بالاطراف ديال الاصابع. وهنا الحلوه ديالي باقي خاصها الدقيق، غادي نزيد. وانا كنخلط الحلوه ديالي. وهنا من بعد ما خلطتها بهذا الشكل كما كتلاحظوا الحلوه كتجي رطيبه، كنوضعها في واحد بلاستيكه. منا نمسح السطح العمل ديالي فين غادي نخدم الحلوه. وغادي نرجع معكم. هنا خديت واحد الكميه ديال العجين، وضعتها ما بين جوج ديال ورق ديال الطبخ او جوج بلاستيكات اللي كان عندكم غادي تستعملوه. وغادي ناخذ الدلاك وكنبسطوا العجينه ديالنا بهذا الشكل. بالنسبه للعجين ديالكم واحد السمك كنخليوه تقريبا سنتيم هكذا البنات، ما كنرقوش العجينه، كنخليوها واحد شويه غليظه لان ما غاديش نلصقوا وحده مع وحده. وكناخذوا هذا الشكل ديال الهلال وكنطبعوا به، او كنستعملوا غير الكاس. ضروري الا كان عندكم المرشم غادي ديروه واحد شويه في الدقيق وكتبقاو ترشموا به باش الحلوه ما تلتصقش معكم. كناخذ واحد الصينيه ديال الفرن اللي فرشت لها الورق ديال الطبخ،
وكنوزع الحلوى ديالي فيها. راه الحلوى كتحيد معكم بسهوله البنات. غادي نستمر كنحيد الحلوى ديالي كامله. بالنسبه للعجين اللي كيشد لكم ما كنعجنوش البنات، فقط كنجمعو هكذا شويه باش انه كيبقى يشد على هذيك العجينه ديالكم ما توليش قاصحه ولا. وهنا كنحل نفس العجينه نفس الطريقه، دائما السمك اللي ما كيكونش رقيق. وهنا من بعد ما عمرت اللاطه ديالي كما تلاحظوا غادي ندخلها للفران اللي كيكون سخون من قبل. وملي كندخلوا الحلوى ديالنا ضروري ما كنقصوا العافيه، ما تبقاش مجهده باش الحلوى ديالكم كطيب معكم مزيان. هنا راني هبطتها لتحت، غادي نخليوها كتحمر غير واحد شويه البنات، راه ما كتحمرش بزاف. وهنا هذا هو الشكل ديال الحلوى ديالي من بعد ما خرجتها من الفران. كما كتلاحظوا راه ماشي محروقه، راه غير اللون ديالها هو اللي داير هكذاك وخدات واحد اللون من الفران عاوتاني. وهنا دابا غادي ندوزو للتزيين بعد ما بردات الحلوى ديالنا. كناخذوا هنا الشكلاط اسود كندوبوه بحمام مائي، وكناخذوا الكوك والحلوى. هذه هي بردات كما كتلاحظوا هنايا. ودابا غادي ندوزو للتزيين. كنزينو فقط غير الوجه البنات بهذا الشكل اللي كتلاحظوا. كنسرحوا واحد الورق ديال الطبخه البنات فوق اللاطه اللي غادي توضعوا فيها الحلوى ديالكم باش ما تلتصقش، لان ضروري كتقطر شويه الشكلاط وكتبقى تلصق لكم الحلوى فوق اللاطه. ملي كتستعملوا هاد الورق كتحيد معكم بسهوله، كيساعدكم بزاف. غادي ندير واحد 3 أو 4 وغادي نبقى نزين بالكوك، ما كنخليوش الشكلاط حتى كتجمد، فقط كتشدي واحد شويه راسها وكنبقاو نزينو بالكوك بهذا الشكل كما كتلاحظوا. بالنسبه للشوكولات ضروري كنديروا فيها واحد الملعقه تقريبا او 2 ملاعق ديال الزيت وكندوبوها في حمام مائي. وهذا هي الحلوى ديالنا من بعد ما ساليت التزيين ديالها. هذه هي الكميه اللي عطاتني، كميه صراحه اللي كثيره، كتجي رائعه جدا. كنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. وهنا من بعد ما قدمتها فهاد التبصيل ديالي كتجي لذيذه بزاف البنات. الشكل ديالها كيجي راقي وكيجي رائع جدا. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.